من ساعة بقى ما جربتها بالطريقة دي وانا بطلت اعملها بالطريقة العادية. لحمة بالطريقة العادية تاني ما انصحكيش. في الاول كده هاتي معلقة كبيرة من السمنة وسخنيها قوي، وبعد كده انزلي باللحمة. انا كانت معايا لحمة ضاني، نزلت بيها كده وحطيت فصين من الحبهان، كمان ورقتين من اللوري، فلفل اسود وشوية بهارات خفيفة، وكمان بصلاية، واديتهم بقى تشويحة حلوة زي ما انت شايفة كده. وما بضيفش الملح الا في النهاية خالص لما اللحمة بتاعتي بتستوي. هديها تشويحة حلوة قوي بالشكل ده، وكمان رشت لها شوية من السبع بهارات. طبعا لو عندك كبابة صيني عايزة تحطي اي نوع بهار، جوز الطيب، براحتك. في المرحلة دي بتحطي اللي انت عايزاه. واول ما شوحتها كده حلوة قوي وشربت من البهارات، نزلت بكتل من المية السخنة وقلبتها بقى بالشكل ده، وهسيبها بقى تستوي. ما خدتش معايا وقت لان كانت ضاني وكمان اللحمة صغيرة، فما خدتش وقت معايا خالص. شايفين الشوربة صافية وجميلة ازاي، واللحمة دايبة دوب. جربوا الطريقة دي وانا متأكدة انها تعجبكم جدا. ما تنسوش